شاب بأول عمره فجأة صار مش على بعضه، مريض دايخ وحكيه مخربط. اتغير سلوكه وزاد مصروفه وصار عدواني كثير وصار يشوف أشياء مش موجودة. أعراض ما إلها تفسير، مش جلطة ولا هبوط بالسكر ولا حتى نوبة عصبية. المريض بيعاني من إشي مش واضح وكأنه بعالم آخر. أولها الناس بتتعاطف معه، تحكي مريض مسكين تعبان، بس بعد الفحص الطبي بيطلع لا مسكين ولا تعبان ولا حتى مريض، بيطلع متعاطي مخدرات. المخدرات مش بس بتأثر على الصحة، المخدرات خراب بيوت وضياع مستقبل، مش عليك لحالك، على كل اللي حواليك، وبتحول البيت اللي كان مليان دفء وحب لمكان مليان حزن وخوف. تخيل ابنك يكبر ويخاف يصير مثلك. وتخيل نظرة أبوك وأمك وهم عاجزين قدامك ومش عارفين يساعدوك ونفسهم يخلصوا منك. تخيل بيتك اللي انت كنت عاموده ينهار بسببك. ومن مسعف شاف حالات انتحار وموت بجرعات زائدة وإيذاء أوجعت ناس كثير. فمشان هيك لا تستهين بأي تغيير بتشوفه على ابنك أو صاحبك. وأول العلاج إنه تواجه الآفة وتوقف مع ابنك أو صاحبك حتى تخلصوا من هالسموم وتحكي له ما راح أتركك تضيع. مركز العلاج في إدارة مكافحة المخدرات راح يستقبلك ويعالجك بشكل مجاني وبسرية تامة. ولازم تعرف إنه القانون بيعفي المتعاطي من العقوبة إذا قدم نفسه للعلاج. وبعد كل اللي سمعته، إذا حسيت، إذا شكيت، إذا شفت أي تغيير على ابنك أو صاحبك، لا تسكت وتغمض عينك وتقول بتمر، ولا يهمك كلام الناس، لأنه ما حدا راح يعيش الوجع غيرك.